السلام عليكم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة الممبار التحفة الخطير ده محدش يقول عليه طبعا لا. الممبار ده كل بيحبه وعملناه قبل كده. بما ان احنا عملناه قبل كده الممبار البوبس وكان وحدات صغيرة، هنعمله النهاردة على شكل بوكيه. لو انت عايزة بقى تهديه لأي حد، ولو أول مرة تشوفوني أنا فايزة عبد الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا لايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد. هنبدأ دلوقتي مع بعض. زي ما احنا شايفين كده الممبار ده بيتغسل كويس جدا، بيتحط طبعا بيتقلب الاول وبيتحط في ملح ويتحط في خل ودقيق ويتنقع ويتقلب ويتغسل كويس جدا. ناخد بالنا كويس قوي ان هو الممبار يكون بلدي. هنعمل كيلو ممبار عليه كيلو طماطم سبكاها وحطها على البوتاجاز لغاية لما بتقلب. هنحط عليه كيلو الا ربع بصل ويتحط عليه 3 حزم كرفس وبقدونس وشبت، من كل واحدة 2. وبعدين هنبدأ نحط البصل ونحط عليها نص تقريبا او معلقتين كبار سمنة، نص كوباية زيت. الزيت بيبقى حلو على البصل. كيلو رز او في المحشي بيخلي المحشي بيبقى مفلفل او بيخلي الرز مفلفل. لغايه لما دبلنا البصل حطينا عليه الطماطم، وبعدين حطيت عليه الطماطم التانية اللي هي متسبكه. هنقلبها لغايه لما تتشرب شويه. نحط حبه فلفل حار. هنحط بقى توابل طبعا المحشي كلنا عارفينها: الملح، الفلفل الاسود، الكمون، الكزبرة الناشفة، البابريكا، بهارات المحشي. وبعدين هنحط الخضرة في الآخر. طبعا احنا قافلين البوتاجاز عشان ما يبقاش الخضرة تدبل. بعدين في بصلتين لوحدهم نيين خالص، انا مخرطاهم رفيع او في الكبة. انا حطيت عليهم الفلفل الاسود وحطيت عليهم الملح ودعكتهم زي ما احنا شايفين كده لغاية لما الريحة بتاعتهم تطلع. وبعدين احطهم اقلبهم مع الخلطة. هبدأ اخد شوية من الخلطة في طبق تاني علشان محطش الممبار كله على الخلطة. زي ما احنا شايفين كده هقطع الممبار بحيث ان هو يبقى متساوي. هعمل حجمين، يعني حبة هقطعهم صغير شوية وشوية هقطعهم كبير بحيث ان يبقى كله متساوي ومقاس واحد. زي ما احنا شايفين كده يتقطع بالسكينة او بالمقص. وهنبدأ نحشي. هو الوقت كله بيتاخد الحقيقة في الغسيل بتاعه، لكن هو الخضرة والخلطة ومع الخضرة والحشو بتاعه كله ما بياخدش وقت وسهل جدا زي ما احنا شايفين كده. نبدأ نحشي ازاي. نحط الممبار بين صباعنا الاتنين ونبدأ نحشي، وناخد بالنا قوي ان لازم نخلي الحرف من تحت يبقى فاضي ما يبقاش مليان، وبعدين نبططها خالص بحيث ان هي تبقى متساوية، لانها لو مليانة شوية هتفرقع لما يتحط في المية. فاحنا هنكون حريصين قوي. ده انا عاملة حجم صغير عشان اعمله في الخلة ونعمله بوكيه. بصوا الشكل بتاعه تبقى متبططة خالص، والحرف بتاعها نشيل منها الرز من الحرف بحيث ان هي لما تتحط في المية ما ينزلش الرز. هبدأ اجيب عندي بقى حلة كبيرة. الحلة يكون فيها المية مجرد ما تكون داخلة على الغليان
هحط البصلة اكنك بتعملي زي الشوربة او اكنك بتعملي لحمة، بتحطي الحبهان بس. هحط الفلفل الاسود حب، واحط ورق لورا، وهبدأ احط بقى وحدات الممبار. هنسيبه طبعا شوية، مش هحط الملح دلوقتي. حطيت، ممكن تحطي لو عايزة تحطي مكعب ماجي، وخدي بالك لازم يكون المية كتيرة فيه. انا طلعته ببص عليه، هو لسه طبعا مستواش، بس هو محتاج برضو مية عشان تكون مغطية قوي. نحط المية تكون مغلية، ما تكونش مية ساقعة. هبدأ احط بقى، هو داخل على السوا. انا بحط الملح وبياخد حوالي زي ساعة الا ربع. بس انا كده طلعته في المصفى. هنبدأ نحطه بقى في الزيت، يكون الزيت مغلي، يكون ساخن. لما الزيت يكون ساخن نحط الممبار زي ما احنا شايفين كده، ويا ريت ما نملاش قوي الطاسه او الوك اللي احنا بنقلي فيه. بالمقصوصه بحيث ان هو ما تتغرس فيه الشوكه تروح قطعاها. وده الشكل النهائي بتاعه زي ما احنا شايفين كده. طبعا الرز بتاعه انا قطعت كذا واحدة عشان نشوف كده الشكل بتاعه، والرز بتاعه هو مستوي، وحطيناه على بقدونس والشكل الجميل ده. ايه رأيكم بقى في الشكل الحلو دون والطعم الخطير والريحة بتاعته حلوة جدا؟ وانا منتظرة رأيكم في الكومنتات لما تجربوه. هنبدأ نعمل اللي هو البوكيه بتاع الممبار زي ما احنا شايفين كده. هنحط فرخ ورق، هتفرشيه كده تعمليه على شكل مثلث، وهتجيبي الممبار تروحي عاملاه في الخلة او اللي هي الستيك بتاع الشيش طاووق، وعندك بقى شيري توميتوس، عندك فلفل الوان، خضرة، اي حاجة بحيث ان انتي تعملي شكل شيك كده للبوكيه. وبعدين نبدأ نلفها كده بشكل شيك، وعملنا لها فيونكة وحاجة كده في منتهى الشياكة. ايه رأيكم في الشكل الجميل ده؟ مش ده عامل زي بوكيه الورد؟ حاجة في منتهى الشياكة. الشكل الجميل الخطير ده. البوكيه بقى لو انت عايزة بقى تهديه لأي حد، ممكن تهديه بقى بشكل البوكيه الشيك دون. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا لايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد انا بنزله.